بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيها الأحبة الأكارم، إن هذه الآية الكريمة تبين سعة رحمة الله ولطفه بعباده، وفيها نداء من الرحمن الرحيم للمسرفين والمذنبين الذين ارتكبوا أعظم الذنوب وأشنعها، ويدخل في ذلك الشرك والكفر وكبائر الذنوب، أن يقلعوا من ذنوبهم وأن يستغفروا ربهم الغفور الرحيم، فإنه يغفر الذنوب جميعا ولا يتعاظم ذنبا أبدا مهما كبر وعظم طالما استغفر صاحبه وتاب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أيها الأحبة، وإن شهر رمضان له مزيد خصوصية في مغفرة الذنوب ومحو السيئات، فالسعيد من أدرك رمضان وقضى أيامه ولياليه في طاعة الله وما يرضيه، فاستحق بذلك المغفرة والرضوان من الملك الديان. والشقي المحروم ذاك الذي دخل عليه هذا الشهر العظيم ولم يعمل صالحا يرقيه، ولم يتب من ذنوبه التي تهلكه وتخزيه، وأضاع شهره بأيامه ولياليه فيما يغضب ربه ويرضيه، حتى خرج شهر الغفران وهو باق على صدوده وتجنيه. أيها الصائمون، للاستغفار صيغ عديدة، وأفضلها كما جاء في حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها صغيرها وكبيرها ما علمنا منها وما لم نعلم، واختم بالصالحات أعمالنا، والحمد لله رب العالمين.